أبو تريكة عبر بين سبورت. حسين الشحات جلس مع كولر والمدرب متمسك بوجوده، ثم عقد جلسة أخرى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والأمر تغير تماما واللاعب كان مشتت في الفترة الماضية. وقال أبو تريكة الأمور قريبة واللاعب قد يجدد عقده. الاتفاق الرسمي تم، شوبير يعلن حسم الوقر القطري لصفقة حمدي فتحي. أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن مسؤولو نادي الوقر القطري تواصلوا لاتفاق لحسم صفقة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي. الوقر القطري ينهي صفقة حمدي فتحي. وقال شوبير في تصريحات أن الوقر توصل لاتفاق رسمي لضم حمدي فتحي من الأهلي. وتابع شوبير الأهلي أنهى كل التفاصيل مع الوقر مقابل 3 ملايين دولار بجانب 500 ألف دولار مكافأة خاصة بالمشاركات. وأكمل الصفقة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة بعد أن تم التوصل لاتفاق رسمي. وجلسة كولر تقلب الموازين. أبو تريكة يكشف تطور جديد في ملف تجديد حسين الشحات مع الأهلي. كشف أبو تريكة عن مفاجأة في ملف تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وينتهي عقد حسين الشحات مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي مجانا في الصيف الحالي. وقال أيضا الإعلامي أحمد شوبير ويكشف اقتراب الشحات من التجديد. وبحسب ما كشف شوبير عبر برنامج ملعب اون تايم، فإن هناك جلسة جمعت الشحات مع مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. وأوضح أن الأمور تغيرت تماما مع اللاعب بعدما كان مشتت الفترة الماضية، أصبح يشعر بالارتياح الشديد وقريب من التجديد. وأكمل سيد عبد الحفيظ أبلغ حسين الشحات بنقل مطالبه للإدارة، وقد يوقع خلال 48 ساعة للنادي الأهلي بشكل رسمي. يتفاوض بطريقة تناسب الأحمر. إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن اقتراب رحيل الشحات عن الأهلي. كشف الإعلامي محمد فاروق أن الاتجاه الأقرب خلال الوقت الراهن هو رحيل حسين الشحات جناح فريق الأهلي عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري. وتحدث الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو على قناة تين، حيث قال يرفض حسين الشحات التنازل عن شروطه من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء. وأضاف حيث طلب الشحات الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم، بالإضافة إلى إلغاء نسبة المشاركة في المباريات، بخلاف حصوله على عائد الإعلانات التي يقوم بتصويرها بعيدا عن النادي الأهلي، وهذه الطريقة لا يفضلها مسؤول النادي. وواصل سيكون هناك جلسة بين اللاعب ومحمود الخطيب لحسم هذا الملف. واختتم حسين الشحات لديه عروض قوية، خاصة أن راتبه السنوي في العرضان يصل إلى 2 مليون دولار في الموسم، وهو فارق كبير مع المبلغ الذي عرضه النادي الأهلي عليه للتجديد. كولر يلبي طلب أيمن أشرف داخل الأهلي. وافق السويسري مارسيل كولر على طلب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر بعد عودة اللاعبين للتدريبات من جديد. وشارك أيمن أشرف بالفعل في مران الفريق الأحمر منذ مساء الأحد بعد العودة من فترة الراحة الخاصة بالفريق. وكان كولر قد أكد في تصريحات سابقة أن استبعاد أيمن أشرف جاء لأسباب فنية فقط بناء على تقييمه الشخصي لمستوى اللاعب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.